إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، سبق الكلام أن الصراع محتدم ومستمر، والحرب تزداد ضراوة بين أهل لا إله إلا الله وبين أهل الكفر والشرك والعصيان. فلا بد أن تفهم يا عبد الله أن هذه الحرب قائمة منذ أن خلق الله آدم ومعه عدوه الشيطان الرجيم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والأمر مستمر. فماذا عليك يا مؤمن؟ فماذا عليك يا موحد؟ فماذا ترجو يا عبد الله؟ أتريد أن تكون من أنصار هذا الدين؟ أتريد أن تكون من أنصار لا إله إلا الله؟ أم تكون من المخذلين؟ أم تكون من المقصرين؟ أتريد أن تنجو لتدخل الجنة بسلام؟ أم تريد أن تكون من أهل النيران عياذا بالله؟ وقبل الخوض في هذه القضية العظيمة، لابد أن نفهم يا عباد الله أن أصول هذا الأمر تقوم على إخلاص العبودية لله جل وعلا وحده، إخلاص العبودية لله وحده. وها هو شهر رمضان قد دنا، والله ثم والله لا يقبل الله جل وعلا صوم صائم ولا صلاة مصل لا يخلص لله في عبادته، لا يخلص لله في عبادته. فلو صام سنين عددا وأشرك بالله غيره، فعبد غير الله، دعاه أو ذبح له أو نذر له أو استغاث به أو نسب النعمة إلى غيره والفضل إلى غيره نسبة تأثير وإيجاد، فهو مشرك بالله كافر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا بد أن نفهم، ولا فرق عند أهل السنة والجماعة عند الموحدين بين من دعا محمدا عليه الصلاة والسلام، أو من دعا البدوية، أو من دعا عيسى، أو من دعا موسى، أو من دعا إبراهيم دون الله. كل هؤلاء دون الله. فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إمام الوحيدين وسيد الحنفاء، جاء بشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام التي هي أصلها وقوامها عبادة الله وحده. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإبراهيم جاء بعبادة الله وحده. قال الله جل وعلا: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فإبراهيم لم يكن يوما من الأيام مشركا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فدين إبراهيم هو دين خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وهو دين الله الذي قال في تنزيله: إن الدين عند الله الإسلام. فدين الله واحد الذي قال الله فيه:
ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا تلفيق، فلا يجوز لنا أن نلفق بين كفر وإيمان، بين قرآن من عند الله أحكم الحاكمين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبين دين قد تبدل وتغير حرفه قومه يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقولون هذا من عند الله كذبا وزورا، وهذا إنما وضعوه بأيديهم، إنما حرفوا كلام ربهم. فكيف يجتمع حق وباطل؟ كيف يجتمع إيمان وكفر؟ كيف يجتمع يا عباد الله؟ من قال إن الله واحد لا شريك له ولا إله غيره ولا معبود بحق سواه، ومن قال إن الله ثالث ثلاثة، أو من قال إن عزيرا ابن الله، كيف يجتمع يا عباد الله من صدق الله وآمن بجميع رسله وبين من كفر بأنبيائه ورسله؟ فمن كذب نوحا عليه الصلاة والسلام كذب سائر النبيين، ومن كذب محمدا عليه الصلاة والسلام فهو كافر محله النار خالدا فيها خلودا أبديا وهو من الكافرين. هذا إذا أقيمت عليه الحجة فلينتبه لذلك. ربنا سبحانه ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فلينتبه لذلك. نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هو خاتم النبيين فلا نبي بعده، وكتاب ربنا القرآن هو المهيمن على كل الكتب السماوية، ولا توجد شرعة سماوية باقية إلا شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله فيه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلا محل لأحد في الجنة لا يؤمن بخير الخلق عليه الصلاة والسلام، فالجنة حرام على كل إنسان لا يؤمن بخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام ولا يعبد رب العالمين عبادة خالصة. فربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول في تنزيله؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. رواه مسلم في صحيحه. ودين الله جل وعلا الذي فطر عليه خلقه هو عبادة الله جل وعلا وحده، الذبح له والنذر له والطواف بالكعبة تقربا إليه وحده، ليس تقربا للكعبة، فالكعبة أحجار وطوب وتراب لا تنفع ولا تضر، إنما نتقرب إلى الله بالطواف حولها طاعة لله تعظيما لأمره، ليس عبادة للكعبة، إنما هي عبادة لله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والصلاة والسلام على من بعثه ربه بالهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أيها الأحبة الكرام، سائر النبيين كل الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يصدق بعضهم بعضا، فنبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أخذ الله الميثاق على إخوانه الأنبياء أن يؤمنوا به وينصروه. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فنبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يشهد للأنبياء يوم القيامة وكذلك أمته أنهم بلغوا دين الله
وأنبياء الله السابقين بشروا بخاتم النبيين وصدقوه وآمنوا به عليه أفضل الصلاة والتسليم. فالأنبياء كما قال رسولنا الكريم أخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إنما جاء متمما ومكملا لما جاء به الأنبياء من قبله. قال الله جل وعلا قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأهل الكتاب وغير أهل الكتاب كل الخلائق يا عباد الله يجب عليهم أن يؤمنوا ويرجعوا إلى ما جاء به إبراهيم، وإلى ما جاء به موسى، وإلى ما جاء به عيسى، وإلى ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وهو شيء واحد لأنه من عند الواحد، وكلام الواحد لا يتغير ولا يتبدل. فربنا سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فنبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أوحى إليه ربه فقال جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي؟ ألا نعبد إلا الله. هذا الذي يجمعنا، هذا الذي يجمعنا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. نؤمن بالتوراة والإنجيل، نصدق بها قبل أن تحرف، نؤمن بما جاء فيها قبل أن تحرف، والذي جاء فيها جاء في القرآن، جاء في القرآن مصدقا لما بين يديه من التوراة، جاء في القرآن كل ما كان حقا فيما مضى، كل ذلك جاء في القرآن. فربنا سبحانه وتعالى قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. ربنا يقول ومهيمن، هذا القرآن مهيمن على كل الشرائع السابقة وهو الخاتم. فربنا سبحانه وتعالى يقول إلا الذين ظلموا منهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحييني وإياكم والمسلمين على التوحيد والسنة. يا عباد الله، لابد أن نعلم أبناءنا صغارا وكبارا ونساءنا أن معبودنا واحد، أن هذا الدين هو الدين الحق، وأن ما سواه باطل. وإياك يا عبد الله أن تجلس أنت وأولادك على الشاشات، أمام الشاشات، تسمع لهؤلاء اللاعبين الكفرة وتمدحهم وتصيح وتصرخ فخرا بهم واحتراما لهم، وأبناؤك يعظمونهم ولا تعلم ولا تعلمهم أنهم كفار، أنهم كفار، أنهم ليسوا بمسلمين. أبناؤك ينشأون على حب هؤلاء اللاعبين وتقديسهم، فتجد كثيرا من الأطفال، والله هذا أمس سمعته بأذني من طفل صغير يذكر أسماء لاعب الكرة ولا يعرف من أسماء الصحابة والأنبياء أحدا، لا يعرف منهم أحدا. أين والده؟ أين أمه؟ أين هؤلاء من هذا الطفل؟ أين هؤلاء يا عباد الله؟ لابد أن نصحح عقائد أنفسنا، ولابد أن نصحح أحوالنا، لابد أن نعلم أن أطفالنا أمانة، ليس للإنفاق عليهم بالأموال والتعليم الديني الدنيوي فقط، لا والله، الأعظم من ذلك هو تربيتهم على الإيمان والتوحيد، وأن الله واحد، وأن دين الإسلام هو الدين الحق، وأن القرآن هو الحق، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين. كل والد منا يجب عليه أن يوقظ أولاده وأن يعلمهم الصلاة إذا بلغوا 7 سنين، هذا فرض على الآباء والأمهات، فرض
ستحاسب عليه وأنت عاص لله. إذا لم تفعل فكيف بهذا الأب إذا كان هو لا يأتي المساجد، إذا كان الوالد خرب، إذا كان الوالد لا يركع لله ركعة ولا يعرف بيوت الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اصلح فساد قلوبنا وأصلح ذرياتنا وتولى اللهم أمرنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا واصلح ولاة أمرنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا شر أنفسنا اللهم سددنا والهمنا رشدنا واصلح فساد قلوبنا، ثبتنا على ما يرضيك، توفنا وأنت راض عنا. اشف أمراضنا ظاهرة وباطنة وارحم اللهم أمواتنا واصلح يا ربنا ذرياتنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.